يا صباح الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. يا ريت فضلا وليس امرا تحطوا لي لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناه. يا ريت تشيروا الفيديو لاكبر منطقه عشان الكل يستفيد. النهارده ان شاء الله الجمعه، يوم الجمعه، جمعه مباركه عليكم باذن الله، ويا رب يجعل ايامكم كلها هنا وسعاده وراحه بال من الرحمن. هنبدا ان شاء الله النهارده نعمل رز معمر، طواجن رز معمر حلو. إيه، حاجة جميلة كده، كل فترة وتانية نعملها. مقادير الرز المعمر: انا كنت محتاجة قطع من الزبدة، ونص كوباية من الرز كنت غسلاه وسايباه لمدة نص ساعة. هتلاقي الرزاية كده كانت طرية معاكم. هبدأ اسخن. في ناس بتفضل يعني ان كل حاجة تبقى بعيدة عن النار، يعني ني في ني، يعني بيحطوا الرز على الزبدة ويعملوها، بعدين يغلوا اللبن ويحطوا عليها. انا حبيت اسخن الطاجن الاول واسيح قطعة الزبدة وانزل عليها بالرز واشبع الرز منها. بس النصيحة مني ان انا في المرة دي كترت كمية الرز. انا حطيت حوالي 3 معالق ونص من الرز، والطواجن كانت صغيرة شوية، فالافضل تحطي منهم معلقتين. هيطلع معاكي مظبوط جدا. هنا الطواجن كانت صغيرة فطلع معايا، يعني الرز كان نفش مني كتير. هبدأ اقلب كده على النار. الطاجن كان سخن والرز كمان خد من الزبدة وكان اتشمع شوية من النار، فكان ده احسن حاجة، انا بحب كده. هبدأ انزل عليهم باللبن المغلي. كنت طبعا لازم تبقى غالية اللبن، وهقول لكم على تركية جميلة جدا تخلوا بالكم منها، هتفرق معاكم في طعم الرز. في الفترة اللي انا كنت بحط فيها اللبن هنا، انا كنت بسخن الفرن على درجة حرارة 220 عشان الطواجن تدخل تكون سخنة، كل حاجة سخنة في بعضها كده، ما تاخدش وقت كتير في الفرن. هبدأ اقلب هنا اللبن والرز مع بعض عشان الرز يتشرب من اللبن. وهبدأ اظبط السكر بتاع الرز المعمر. انا هعمله رز معمر حلو مش حادق، لان ما تعودناش على اكل الرز المعمر الحادق. متعودين جدا على الاكل الرز المعمر اللي هو الحلو. انا حطيت على كل طاجن معلقة وربع من السكر. انا لما جيت بعد ما حطيت المعلقه وجيت دقته، حسيت ان هو كان ناقص شويه من السكر، فحطيت كمان ربع معلقه. وهعمل خطوه حلوه جدا هتفرق معاكم في طعم الرز، وكمان في الوش، وهيبقى الوش هيبقى دسم وشكله وطعم كمان هيبقى طعمه جميل جدا. طبعا القشطه دي حاجه اساسيه، ان هي تتحط على الرز المعمر، بس انا زودت مع القشطه معلقتين من الزبادي. عايزه اقول لكم الزبادي ده بيدي طراوه للرز، مش عايزه اقول لكم قد ايه، بيبقى خلي طعم الرز كده جميل جدا، وكمان غير الوش بتاعه. الغلطه اللي حصلت معايا في الفيديو هنا، بس للاسف لقيت الكاميرا وقتها ما كانتش شغاله، ان انا لما انا حطيت الطواجن في الفرن ما حطيتش صينيه تحتيها، عشان لما الطواجن تغلي اللبن اللي هينزل ينزل على الصينيه. للاسف اللبن اللي نزل على الصاج، فطبعا عمل دخانه شديده جدا. فانتوا خلوا بالكم يا بنات، اي طواجن هتغلي لازم تحطوا تحتيها صينيه، عشان اي حاجه هتغلي تبقى تنزل في جوه الصينيه. يلا ندوق بقى احلى رز بلبن. شايفين؟ بصوا طعمه كان خطير، والوش ما بحبش احمر الوش قوي يعني، بس كان طعمه خرافه، لان القشطه مع الزبادي ادوا طعم جميل جدا للرز، وكمان ندوله طراوة، والرز كمان كان جوسي. اللبن انا كنت مزودة اللبن، فالرز طالع جوسي كده وجميل جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنساش بقى باللايك وتشيروا الفيديوهات، وجمعة مباركة عليكم، واشوفكم في فيديو جديد.